السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولأول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. النهاردة هعمل معاكم صينية كيكة عبارة كده عن شوكولاتة وكراميل، حاجة كده فخر من الاخر، بجد تحفة. زي ما انتم شايفين كده كلها غرقانة في الشوكولاتة والكراميل. شايفين الكيكة هشة وجميلة ازاي؟ حاجة كده كل اللي هيدوقوها من ايدك هيحبوها بجد. اول حاجة كده معايا بولة فاضية حطيت فيها بيضتين، هنزل على البيضتين كده بكوباية الا ربع من السكر. حقيقة كده الكيكة دي مفيش اطعم ولا ألذ منها. حطيت بعد الكوباية الا ربع من السكر كيس فانيليا، رشة بسيطة كده من الملح، ومعلقة صغيرة من الخل عشان زفارة البيض. ابدأ بقى اضرب السكر مع البيض كده لحد ما احس ان السكر خلاص ناعم وبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت، وهضرب كده الزيت مع السكر والبيض. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة. هحط كوباية الا ربع من اللبن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ اخلط برضو المكونات تاني مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده اهم حاجة ان اتأكد ان السكر خلاص داب مع اللبن والخليط. هحط بقى كده كوبايتين من الدقيق، اهم حاجة الدقيق ننخله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كده حطيت اول كوباية وهحط تاني كوباية وانخلها. حقيقي مكوناتها سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص. هحط بقى معلقتين كبار من الكاكاو برضه هنخلهم عشان اتأكد ان مفيش اي حبيبات زي اللي انتوا شايفينها دي ما اتنخلتش، فانا بنخلهم عشان كده. معلقة من البيكنج باودر او الكيك شيف، وهبدأ اقلب كده المكونات واخلطهم لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين معايا بقى صينية مقاس 24 دهناها زيت وكاكاو، مبطناها كده بالكاكاو والزيت. هبدأ بقى احط الخليط كده في الصينية. شايفين مفيش سهولة ابسط ولا اسهل من كده بجد. فضيت كده الخليط في الصينية، ادخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من تلت لنص ساعة، وهرجع اوريها لكم بعد ما تطلع. هنا بقى هعمل معاكم خطوة الكراميل. حطيت كوباية من السكر كده في طاسة، واول ما بدأ يسيح كده من الحوافي بدأت اقلب فيه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يسيح خالص ويتحول معايا لكراميل. متقلقوش من الحاجات اللي عملت في السكر دي، كل ده هيسيح دلوقتي مع السخونة. شايفين احط بقى معلقة كده من السمنة او الزبدة. شايفين ابدأ بقى اقلب برضو كده الكراميل، وهحط عليه نص كوباية من اللبن، وهوطي النار واقلب بالراحة عشان ما تتلسعوش. شايفين اتحول معايا لصوص كراميل ازاي؟ ابدأ بقى افضيه في بولة يبرد لحد ما الكيكة تطلع من الفرن. وهعمل معاكم دلوقتي صوص الشوكولاتة. تبان ان الخطوات كتيرة بس بجد مش بتاخد وقت خالص. زي ما انتم شايفين كده كله في كله بجد. حطيت كده كوبايتين من اللبن على النار، وهحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو و3 معالق كبار من النشا. يبقى كوبايتين من اللبن عليهم معلقتين كاكاو عليهم 3 معالق من النشا وعليهم 3 معالق من السكر. طبعا السكر ده حسب الرغبة. انا هنا بقلل السكر عشان ما تبقاش الكيكة محلية قوي، وحطيت 3 مكعبات من الشوكولاتة الخام. ابدأ كده اقلب الصوص كله مع بعض لحد ما يغلي ويتقل ويبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، قوام المهلبية. هطفي عليه بقى لحد ما يبرد، وهوريكم الكيكة دلوقتي بعد ما طلعناها من الفرن. شايفين الجمال والعظمة، هشة وجميلة وتحفة بجد. بختبرها كده بسن السكينة من ورا شوفها استوت ولا لا. لو ما طلعتش عجين في السن يبقى هي استوت. طبعا انا هنا سبتها بردت شوية عشان ما ينفعش نعمل الخطوة دي وهي سخنة، وعملتها كده بظهر السكينة
دواير دواير زي ما انتم شايفين كده، عشان حطينا فيها صوص الكراميل اللي احنا عملناه. بعد ما حطيت كده صوص الكراميل هنزل عليه بصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه. حقيقي كده بركان من الشوكولاتة. الكيكة دي على قلبي جدا، بعشقها، بعشق الشوكولاتات كلها اصلا. بعد ما حطيت كده صوص الشوكولاتة هحط شوكولاتة مبشورة من على الوش. تقدروا تستغنوا عن الشوكولاتة المبشورة وتحطوا اي مكسرات تحبوها. هبدأ بقى كده ازين بصوص الكراميل اللي اتبقى معانا. شايفين اصلا صوص الكراميل طالع تحفة ازاي؟ كل حاجة فيها تحفة وخطيرة بجد. طبعا لو عايزين تقطعوها دلوقتي قطعوها، بس انا هسيبها تبرد شوية واطلعها معاكم، بحيث ان هي المكونات تتمسك مع بعض في التلاجة عشان تطلع معانا قطع. شايفين؟ وهنا بقى بعد ما قطعتها كده طلعتها معاكم، شايفين اصلا بركان الشوكولاتة عامل ازاي؟ حاجة كده عظمة بجد. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتقولوا لي رأيكم في التعليقات تحت. اكادوا من فرط الجمال وأذوبوا بجد، المنظر تحفة خطير. عشاق الشوكولاتة هيحبوا الكيكة دي جدا. شايفين الكيكة اصلا هشة وجميلة ازاي؟ الله بجد، يومي على الجمال والطعامة. يا رب بجد يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. مع السلامة.